كابتن علاء ميهوب، ايه اللي حصل في الشوط الثاني ومدى قيمه الثلاث نقاط للاهلي النهارده؟ 3 نقاط مهمين جدا جدا جدا، ممكن يبقى ليها تاثير على حصل الشوط الثاني، لكن انت كل المميزات اللي كانت عندك في الشوط الاول بين الشوطين كده سبحان الله راحت منك. اوكي. كلها بما فيهم ضغطك القوي على الخصم في اي منطقه في الملعب، انتشارك في نص الملعب، سيطرتك على نص الملعب، تحركات الثلاثه اللي تحت راس الحربه، الوهم اللي كان بيلعب في الشوط الاول، كل ده كان عامل لك مديك مساحات كبيره قوي في الملعب، مديك استحواذ عالي جدا، مديك شكل في الشوط الاول. انت بتعمل كل حاجه في الشوط الاول، بدليل احنا طلعنا اتكلمنا بين الشوطين الاهلي احسن، الاهلي وسموحه مش موجود، لان سموحه ولا عارف يستحوذ على الكوره، ولا عارف يطلع، ولا عارف يمسك مان، ولا عارف يطلع من منطقه جزائه اللي للاسف اللي النادي الاهلي اتوجد فيها في لحد دقيقه 30 من الشوط الثاني. الحل اتبدل بس تبديل غلط. احنا خروجك من الشوط الاول بالشكل اللي انت فيه ده يقول ايه؟ بالظبط، تقول ايه؟ انا هنزل الشوط الثاني ادور على الثاني والثالث عشان تخلص، اخد 3 نقاط، نتيجه عاليه، معنويات، جمهور يطمن، معنويات عاليه قوي بعد خسارتك مع بيراميدز، كل دي مكاسب. لكن واضح ان المكسب الوحيد اللي كان عليه كلام هو ازاي احافظ على 3 نقاط، وده واضح ان حصل في الشوط الثاني. ممكن حد بيتفرج عليه يقول لك الله يا جماعه، ما هو فعلا عنده حق، راجل جديد وعايز يكسب في اول ماتش، تفرق معاه كتير لو اعتبر ان هو اول ماتش. انا مش بلومه، بس هو اللوم على ايه؟ انت النادي الاهلي حضرتك، انت مش فريق في نص الجوله وتاخد 3 نقاط وتدافع. انت النادي الاهلي بقيمتك بلعيبتك بشكلك كويس، كل الكلام ده كمان انت عامل شوط رائع الشوط الاول طبعا، شوط رائع يعني. انت برضو عندك تحفظات على تغييراته ولا؟ اكيد طبعا يعني، لكن انا بتكلم على اصل انت التغييرات واحد كان واحد او واحد، المهم انت الشكل الجماعي بتاعك ايه يا ماركو؟ فكرك ايه في الملعب؟ الشكل الشوط الاول انت في شكل، في اداء، اي حد هيتشال ويتحط مكان واحد هتلاقي الشكل كله مش هيتغير. يعني لو نصر بدا مثلا قبل في الشوط الاول مكان محمد محمود كنت هتلاقي نفس الشكل في الشوط الاول، لان شكل بالظبط شكل الفريق كله حلو، شكل مظبوط، بيلعبوا حاجه متشافه. الى جانب كل التحيه لسموحه الشوط الثاني، مش هينفع نتكلم على الاهلي ومش هنتكلم على سموحه طبعا. سموحه الشوط الثاني تغيير تمام في كل حاجه، بس الفاينل تاتش مش موجود، هي دي اللي اتكلم عليها ضياء، لكن الشكل اتغير، الضغط اتعمل كويس قوي، استحوذ على نص الملعب، وهو ده. بص يا ماركو، اساس اي كوره في العالم استحواذك على نص الملعب طبعا، هو ده اللي كان بيدي الافضليه للنادي الاهلي في الشوط الاول، وهو اللي اداها لسموحه الشوط الثاني.